bounds. شايفين كده معايا يا جماعه الخيار المخلل بتاعنا ده؟ بصوا سامعين القرمشه دي؟ شايفين يا جماعه؟ جميل والله العظيم. بصوا الله اكبر عليه، ما شاء الله عليه. جميل وتحفه. وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض الخيار بتاعنا ده ازاي، وهنخليه مقرمش كده ازاي، وناكله خلال 3 ايام مش اكتر ولا اقل. سامعين؟ ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، ولا دايب ولا فيه اي حاجه، ومقرمش وجميل ما شاء الله عليه. تعالوا معايا بقى المطبخ عشان نشوف احنا هنعمل الخيار المخلل ده ازاي، وهتطلع النتيجه بتاعته عامله كده ازاي. يا رب يعجبكم يا رب، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه. تعالوا معايا بقى عشان نشوف احنا هنخلل ازاي الخيار المخلل بتاعنا ده النهارده، وهتكون مقاديره ايه وتكاته ايه. تعالوا بقى معايا نخش المطبخ ونشوف. ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتوحشوني كتير كتير كتير، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. انا جايه لكم النهارده بفيديو خفيف ولذيذ كده على قلبنا، بس الناس في ناس كتير مننا بيحبوه. هو الخيار المخلل. الخيار اللي انتم شايفينه قدامكم ده خيار بلدي. بصوا شايفين؟ لو في اصغر من كده كمان بيبقى اجمل واجمل صراحه يا جماعه. بس انا رحت لبتاع الخضار وقعدت جنبه لما نقل الشويه الصغيرين دول كلهم من الشوال بتاع الخيار كله. مش كل الخيار بيطلع كده، بس في ناس بقى يعني قلت له معلش عايزاه كده صغنون كده عشان اخلله، فهو نقل الشويه اللي كانوا موجودين كده، كتر خيره. فانا جبته وهخلله معاكم. مفيش حد ما بيحبش الخيار المخلل، جنب كل اكل بيحبوه. ليا واحده سوريه يا جماعه بتحب الكبسه والخيار المخلل، هي على طول تقول لك تاكلي ايه؟ تقول لك كبسه وخيار مخلل. فاحنا بنحبه جنب الكبده، جنب الشاورما، جنب الاكل، جنب اي حاجه، جنب مكرونه، جنب اي حاجه، بيبقى خفيف ولذيذ وسهل وسريع كده. يا رب يعجبكم يا رب وتنفذوه. هو سهل جدا، ويومين 2 وبناكله. ممكن نعمله في الوقت في الحال يعني وناكله، بس انا هعمله ده يقعد معانا يومين وناكله بقى بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. هو بس انا جايبه الخيار البلدي زي ما انتم شايفين كده معايا الحجم ده، وقلنا لو اصغر مفيش الحجم ده وعايزينه لازم يبقى بلدي يا جماعه، ما ينفعش الصوب. نجيبه ونقطعه شرايح عادي. بس انا جبت الخيار ده معاكم النهارده. يا رب يعجبكم. معايا البرطمانات بتاعتي انا غسلاها ومجففاها ومعقماها. هرص فيها الخيار كده زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين كده معايا. يا رب يعجبكم يا رب طريقتي في تخليل الخيار المخلل، وتقوموا تجربوه كده وتنفذوه. الخيار جميل دلوقتي في السوق اصلا يعني ما شاء الله عليه. يعني اللي يعرف يعني يجيب الخيار الصغير ده يبقى جميل يعني، مش بيدي نتيجه جميله جميله يا جماعه عن الخيار الشرايح وعن الخيار الكبير صراحه يعني. بس ان وجد ما وجدش خلاص يعني ما نقفش على حاجه، ممكن اي خيار تاني، بس لازم يكون بلدي. ما ينفعش خيار ما يكونش مش بلدي يا جماعه، هو لازم يكون بلدي زي ما انتم شايفين كده معايا. دخلتي بس كده معايا بقى فصوص توم كده. شايفين كده يا جماعه؟ غرز انا بس كام فص توم في البرطمان كده، مش كتير يعني اهو. هعبي البرطمان التاني كده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاني كده زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بحاول اوقفه كده بالبرطمان يا جماعه، بتبقى نتيجته جميله يعني بصراحه. بس عادي يعني الشكل مش بس يعني اهو بنتحايل على الموقف زي ما بيقولوا يعني كده اهو، زي ما انتم شايفين كده معايا. خلاص هنحط برضه فيه كام فص توم كده، كل برطمان نحط كام فص توم كده اهو اهو يا جماعه كده. معايا بقى ايه الميه دي يا جماعه؟ عباره عن ايه؟ الميه دي عباره عن ميه انا حطيتها بره الطهي يعني سخنه ومتبرده. احط فيها معلقه سكر زي ما انتم شايفين اهو. معلقه السكر دي بتديني، هي اللي بتديني القرمشه بتاعت الخيار اللي احنا عارفينه تمام. وهحط الخل وهحط الملح على حسب بقى الذوق. حطيت في الميه دي ايه يا جماعه؟ قلت لكم الميه دي سخنه
ومبرداها، يعني غليتها وبردتها. حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها ميه ملح، سوري اسفه، حطيت فيها ملح وسكر وخل، مش اكتر ولا اقل. وهنا البرطمانات فيها الخيار وفصوص الثوم بس يا جماعه، مفيش اكتر من كده. ممكن احط فيها ورقتين نعناع ناشف على فكره مع الخيار، بيبقى جميل بصراحه. بس كده. ولازم الميه تكون سخنه يا جماعه، سخنه ومتبرده، عشان ده هو يعتبر التعقيم بتاع الخيار يعني. بدوب انا بس الملح والسكر والخل اللي انا حطيته. هنزل بقى انا كوبايه، انا جبت كوبايه اهو، بنزل على الخيار بتاعي ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده يا جماعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. اديت انا الثانيه. مش اكتر ولا اقل. نشف بس انا الميه اللي وقعت مني دي كده. شايفين كده البرطمانات بتاعتي، ده الزيتون المخلل، اسفه سوري، الخيار المخلل بتاعي. هغطيها انا بقى، اغطي البراطيم واسيبها يومين 2 بالكتير ان شاء الله، ناكل احلى خيار مخلل في الدنيا. يا رب يعجبكم يا رب، وتقوموا تنفذوه وتجربوه. ما تنسونوش بقى بلايك حلو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب اكون خفيفه على قلبكم، وضيفه خفيفه على قلبكم، وفيديوهاتي خفيفه على قلبكم. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. المخلل بتاعنا يا جماعه، ما تنسونوش بقى بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ده كان الخيار المخلل بتاعنا بطريقته اللي حضرتوها معايا. يا رب يعجبكم يا رب، وتقوموا تجربوه، واكون خفيفه على قلبكم وفيديوهاته خفيفه على قلبكم. الف هنا وشفا على قلبكم يا رب. ما تنسونوش بقى باللايك واشتراك في القناه. ده الخيار المخلل بتاعنا يا جماعه. بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم.